السلام عليكم أصدقائي. النهاردة معانا مكونات جبارة جدا لتفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد ونعومة البشرة. إن شاء الله نتائج مذهلة وهتبان من أول استعمال. تابعوا لآخر الفيديو. معانا 3 خلطات، غسول وكريم هتستخدميه بعد الغسول والماسك اللي موجودين في الفيديو. تابعي للاخر وما تنسيش تعملي لايك للفيديو وما تنسيش تفعلي الجرس عشان يوصلك كل يوم افكارنا الجديده ووصفاتنا السهله والسريعه. نبتدي مع بعض. اول حاجه مكونات الكريم السحريه اللي نتائجها مذهله جدا جدا. عباره عن منقوع لبان الذكر ليله كامله في الميه، وتاني يوم هتضيفي عليه، هتصفيه كويس وهتضيفي عليه معلقتين من جوز الهند الاصلي، وبعد كده هتضيفي 3 معالق كريم جلايسوليت، وبس كده. هتدهني منه كل يوم بالليل قبل ما تنامي وهتشوفي نتيجة خيال، هتعجبك جدا. معانا بقى ماسك. الماسك ده يا ريت تعتمديه لانه ماسك جبار جدا، نتائجه مبهرة. صفاء بياض بيضة و3 معالق من نخالة الشعير، هتخلطيهم كويس جدا وهتسيبيهم نص ساعة كده. بعد ما تخلطيهم كويس جدا جدا وهتضيفي ليهم 4 نقط من زيت العرق سوس وهتخلطيه كويس جدا جدا. بعد كده هتضيفيه على بشرتك بحركات دائرية وهتسيبيه نص ساعة لحد ما ينشف تماما، وهتستخدميه 2 مرات في الأسبوع. رائع جدا جدا، مش هتستغني عنه أبدا لو جربتيه. مكونات جبارة في توحيد لون البشرة وإزالة البقع والحبوب. مكونات جبارة ونتائج مذهلة جدا، هتعجبك. طبعا في الأول خالص هتستخدمي الغسول وبعد كده هتستخدمي الماسك والكريم. أول حاجة الغسول عبارة عن 2 معلقة من صابون المغربي، وهتضيفي عليه 1 معلقة كبيرة من الترمس المر المطحون، ومعلقة من عرق سوس المطحون، هتضيفيهم عليه بالشكل ده كده. وهتضيفي عليهم 1 معلقة من الحنة البيضة، هنضيف 1 معلقة من المورد عليهم وهنخلطهم كويس جدا جدا. وهنبتدي بقى، جسمنا مبلل طبعا، وهنبتدي نغسل بحركات دائرية لمدة 10 دقايق ونسيبه على جسمنا لمدة 10 دقايق، وبعد كده هتغسلي جسمك عادي. وبعد كده هتستخدمي الماسك